السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا سنة أولى إعدادي في الجزء الثاني من الدرس الأول اللي هو في الوحدة الثانية، واللي كان بيتكلم عن عصر الدولة القديمة. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن أشهر ملوك عصر الدولة القديمة، وأول ملك هنبدأ نتكلم عنه هو الملك زوسر. الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة، وهو صاحب الهرم المدرج اللي هو موجود في سقارة. وليه مدرج يا ولاد؟ عشان بيتكون من 6 مصاطب. واللي ساعده في بناء الهرم الوزير بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ ايمو حطب. اسمه ايه؟ ايمو حطب. ويعد هذا الهرم هو اول بناء حجري ضخم في التاريخ. يبقى هو اول بناء حجري ضخم في التاريخ هو هرم الملك زوسر. طيب تعالى بقى نتكلم عن الملك اللي بعده اللي هو الملك سينفرو. الملك سينفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة، يعني هو اللي كون الأسرة الرابعة، وهو كان ملك عظيم وكان عادل. عشان كده يا ولاد ترتب على كده ايه؟ ان هو اطلق عليه الملك المحسن المحبوب، ان شعبه كان بيحبه جدا. وكان في عهده في ازدهار في التجارة والفن والعمارة، لدرجة يا ولاد ان هو كمان بعت اسطول بحري. اسطول يعني ايه؟ يعني سفن بحرية مكونة من 40 سفينة. طيب بعتها لفين؟ بعتها إلى بلاد فينيقيا. فينيقيا دي دلوقتي اللي هي سوريا ولبنان. راح بعت لهم 40 سفينة. طيب ليه؟ قال لك عشان يحضر يعني يجيب من هناك أخشاب شجر الأرز اللي هو موجود على علم لبنان. خشب الأرز ده من الأخشاب اللي بتصنع منها السفن. وكمان يا ولاد أرسل حملات عسكرية إلى بلاد النوبة. طب ليه؟ عشان يعيد الأمن، يبقى في أمن هناك في حدود مصر الجنوبية. يبقى الملك سنفرو كان معروف بالملك المحسن المحبوب، وازدهرت التجارة والفن والعمارة في عهده. وأرسل أسطول بحري من 40 سفينة إلى بلاد فينيقيا عشان يجيب خشب الأرض. وكمان بعت حملات عسكرية لبلاد النوبة عشان يأمن حدود مصر الجنوبية. طيب مين تاني ملك بقى في الأسرة الرابعة؟ اللي هو الملك خوف ابنه، وهو طبعا صاحب الهرم الأكبر اللي احنا عارفينه في هضبة الجيزة. وطبعا لو احنا بصينا على الهرم الأكبر والضخامة بتاعته، ده بيدل على مدى عبقرية المصري القديم. وكمان في عهده ازدهرت التجارة الخارجية مع بلاد فينيقيا. أما بقى الملك اللي بعده على طول اللي هو صاحب الهرم الأوسط اللي هو الملك مين؟ خفرع. والملك خفرع طبعا ما تنساش يا ولاد ان هو امر بنحت تمثال ابو الهول. يعني اللي نحت تمثال ابو الهول كان الملك مين؟ خفرع. وطبعا انتوا عارفين ملك خفرع لما عمل تمثال ابو الهول شكله على جسد اسد ووجه انسان، وده بيدل على ايه؟ بيدل على القوة. وطبعا رأس الانسان بيدل على العقل والحكمة. يعني فكرة التمثال لها عبقرية، ان الجسم بيدل على القوة، اما بالنسبة للانسان وجه الانسان بتاع تمثال ابو الهول بيدل على العقل والحكمة. وطبعا ان الفن النحت في عهد الملك خفرع وصل الى قمته، ان الانسان المصري القديم استطاع ان هو ينحت على اصلب انواع الحجر، يعني حجر صلبي جدا اللي هو حجر المصنوع من الديوريت. تخيل كده، والنحت عليه مش سهل، يعني امر مش سهل جدا. طيب مين بقى كده بعد الملك خفرع؟ اللي هو الملك منكورع، وهو صاحب الهرم الثالث او الهرم الاصغر، وده كان نهاية الأسرة الرابعة. تعال بقى نتكلم عن الأسرة الخامسة واللي كان مؤسسها الملك أوصر كاف، اللي هو كان كبير كهنة الإله رع. طبعا زمان كان الإله رع بيرمز بقرص الشمس. ففي نهاية الأسرة الرابعة ازدادت نفوذ الكهنة اللي هم كهنة الإله رع اللي كان على رأسهم أوصر كاف. وهنا استطاع أوصر كاف اللي هو يصل إلى الحكم بعد القضاء على الأسرة الرابعة، وأسس الأسرة الخامسة. طيب إيه أهم الإنجازات اللي عملها الملك أوصر كاف؟ طبعا شيد، يعني بنى المسلات الضخمة، المسلة الضخمة، وعملوا معابد مكشوفة. الله، معابد مكشوفة ليه؟ ما هو الشمس كان الإله بتاعهم اللي كانوا بيعبدوه، فكانوا بيعملوا معابد مكشوفة ليه؟ علشان يعبدوا بيها الشمس. تمام. وكانت في منطقة أبي صير بالجيزة. وطبعا عندنا برضو هناخد ملك آخر ملوك الأسرة الخامسة اللي هو الملك أوناس. الملك
وناس طبعا كان من ضمن الحاجة المشهورة في عهده اللي هو أول من كتب نصوص الأهرام على جدران حجرة الدفن داخل الهرم. طبعا احنا أخدنا المرة اللي فاتت إن نصوص الأهرام كانت بتكتب على جدران الهرم من الداخل. طب إيه الهدف إن الملك وناس عمل كده؟ قال لك هدفه حماية الملك في الحياة الآخرة. وطبعا العادة دي انتشرت بين الملوك بعد كده. يعني الفكرة هو اللي صاحبها، هو صاحب فكرة كتابة نصوص الأهرام داخل جدران الهرم من الداخل، والفكرة انتشرت بعد كده إلى ملوك العصور الأخرى. طيب في هنا ممكن يجي لنا سؤال، إيه أهمية نصوص الأهرام؟ إيه الفكرة بتاعتها؟ قال لك هي طبعا كانت بتمدنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. يعني كانت بتقول لنا هم كانوا ايه المعتقدات بتاعتهم اللي هي المعتقدات الدينية، الحياة بتاعتهم اللي كانوا بيفكروا فيها في الآخرة طبعا. لكن في الأول والآخر يا ولاد هي كلها معتقدات وليست حقيقة. طيب تعال بقى نتكلم عن عصر الإضمحلال الأول. وقلنا عصر الإضمحلال هو عصر الضعف الأول اللي جه بعد عصر الدولة القديمة. وطبعا العصر ده كان من الأسرة السبعة لحد الأسرة العشرة. وفي العصر ده يا ولاد أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تدهورت حتى نهاية عصر الأسرة الست. طيب وطبعا الفوضى ملت البلاد، وكان في عهد الملك بيبي الثاني. طيب وهنا السبب بقى إيه سبب اضمحلال والضعف ده؟ قال لك إن السلطة المركزية كانت ضعيفة. السلطة المركزية اللي هو الحكام، يعني اللي هو الرئيس ساعتها أو الملك كان ضعيف، والحكام الأقاليم نفوذهم زادت، اللي هم حكام المحافظات يعني في عهدنا النفوذ بتاعتهم زادت قوي، والمشروعات توقفت، المشروعات اللي هي اللي في الدولة توقفت. وطبعا هنا مين بقى اللي شال اللي عبء وبقى عليهم مظالم وعليهم عبء زيادة؟ اللي هم الفلاح المصري، طبعا بسبب الفوضى اللي انتشرت في البلاد. طيب تعالى بقى نتكلم ان المصريين طبعا ما سكتوش، فيدافع المصريين للقيام بثورة عارمة، وطبعا بذلك انتهى عصر الدولة ايه القديمة. طيب ايه اللي حصل لما تعرضت مصر لتلك الاضمحلالات وتلك الظروف التي مرت بها؟ ترتب على كده ايه؟ ان مصر تعرضت للانقسام، وطبعا كان في غزوات خارجية او احتلالات خارجية. وطبعا خلال الفترة دي توقفت خلال تلك الفترة عجلة البناء، بقاش بقى في بناء زي الأول وتطوير. واستمرت الأحوال لحد الأسرة ال11. يعني استمرت أحوال الفوضى دي وعدم الاستقرار في مصر لحد الأسرة كام يا ولاد؟ ال11. فده أدى إلى إيه؟ أدى ذلك إلى عودة مصر لوحدتها، وبذلك بدأ عصر جديد من النهضة والتقدم، وهو عصر الدولة الوسطى. يعني استمرت عدم الاستقرار والاضمحلال في مصر لحد ما ظهر عصر جديد اللي هو عصر الدولة الوسطى. هنبدأ نتكلم عن نقطة تانية في الدرس بتاعنا، ايه علاقة مصر بإفريقيا خلال عصر الدولة القديمة؟ يعني هل كانت في علاقات بيننا وبين إفريقيا خلال عصر الدولة القديمة؟ قال لك ان طبعا ملوك مصر اهتموا باكتشاف القارة الإفريقية، وكمان عشان يأمنوا الحدود الجنوبية وفتح طرق للتجارة مع شعوب القارة. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك خلال الأسرة الخمسة والأسرة الستة كانت في رحلات تجارية واستكشافية إلى أفريقيا، مثل رحلات الراحل أو الراحل اللي هو الرحالة يعني حر خوف. يعني في عهد هذا الرحالة كان في رحلات استكشافية إلى جنوب إفريقيا، وكمان كانت في علاقة تبادل وتعاون ثقافي بين مصر وإفريقيا. طيب إيه الدليل؟ إن في بعض المعبودات المصرية كانت بتعبد في بعض دول إفريقية، يعني في أنحاء إفريقيا، زي الصقر اللي هو المعبود حورس، وكان شعارا لملوك مصر. فنجد عند ملوك أوغندا نفس المعبودات دي كانت موجودة عندهم. يعني بعض المعبودات المصرية في أنحاء إفريقيا زي الصقر اللي هو حورس ونجده عند ملوك أوغندا.
ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم خدوا مننا ايه؟ خدوا مننا الفكرة نفسها، ان طبعا ده اقتباس، يعني خدوها مننا. طيب، وبرضه في بعض العادات المصرية انتشرت بين الشعوب الأفريقية زي التحنيط. يعني فكرة التحنيط دي فكرة مصرية قديمة، انتشرت في بعض الشعوب. يعني في بعض الشعوب زي مثلا ملوك وأمراء الكونغو، دي خدوها مننا، وإن لم يعرفوا أسرار التحنيط كاملة، بس إيه، خدوا الفكرة. في برضو بعض الآلات الموسيقية المصرية التي انتشرت في غرب إفريقيا. يعني هنا معناها إيه يا أولاد؟ معناها إن كانت في نوع من أنواع التبادل بين الثقافات، الحضارات. يعني مصر الحضارات بتاعتها أو الثقافة بتاعتها انتشرت في بعض شعوب أفريقيا، زي ما قلنا إن الصقر حورس ظهر في أوغندا. عندنا في بعض العادات المصرية زي التحنيط التي وجدت أيضا عند أمراء وملوك الكونغو، وبعض الآلات الموسيقية المصرية التي ظهرت في غرب إفريقيا. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أسامة النوبي.